فيلمنا بيبدأ مع مارتيسيا اللي بتخرج من بيتها هي واتنين تانيين وبيتمشوا في الشارع، ولما بيشوفهم الناس بيهربوا منهم وبيفضلوا ماشيين لحد لما بيوصلوا لحفل الزفاف. وبيظهر جوميز اللي بيكون بيدور على الخاتم بتاع الزواج عشان يقدمه لمارتيسيا، بس بتيجي الايد وبتديله الخاتم وبيبدأ مراسم الزواج. وبيجي فجأة الناس وبيطلبوا برحيل العيلة كلها، والعيلة دي هي عيلة ادمز. وجوميز بيهرب هو ومارتيسيا عشان يروحوا يدوروا على بيت تاني يعيشوا فيه، وبيركبوا عربيتهم وبتبدأ الرحلة. وجوميز بيسأل مارتيسيا عن سبب حزنها، وبتقول له انهم لازم ما يفضلوش هربانين للأبد لانها عاوزة تكون عيلة ويبقى عندهم بيت كبير. وجوميز بيوعدها انهم هيلاقوا البيت وهيحقق لها كل احلامها. والايد اللي سايقه العربيه بتخبط شخص في الشارع، وبينزلوا يطمنوا على الشخص ده. فمارتيسيا بتشوف بيت مخيف فوق الجبل، وبتقول له ان هو ده البيت اللي بيدوروا عليه. وبيفوق الشخص اللي خبطوه، وجوميز بيديله الشنط وبيمشوه وراهم، وبيوصلوا للبيت المهجور. والبيت بيكون مرعب جدا، بس هو بالنسبه لهم هو ده بيت احلامهم. وبيسمعوا صوت مرعب جدا وبيقول لهم انهم يمشوا، بس هم مش بيخافوا، بيقرروا انهم يستقروا هنا وبيعيشوا في البيت وبيكونوا عيله ادمز. وبعد 13 سنه مارتيسيا بتفتح الشباك وبتكون الاجواء مرعبه، بس هي بتكون سعيده لان ده الوقت المفضل بالنسبه لها. والصوت المرعب لسه بيطاردهم وبيقول لهم يمشوا، بس خلاص هم اخدوا على كده. وبتقول للارتش الزومبي يحضر الفطار. والشجره المسحوره في البيت بتصحي اولادهم وينزداي وبوكزل، اولاد مارتيسيا وجوميز. وبيرمي الفاس على اخته، بس هي بتمسكه وما بتكونش بتخاف زي مامتها. وبتقول له انهم عاوزين يعملوا حاجه جديده لانها حاسه بالملل. وبتسمع صوت جاي من بعيد، وبتشوف ان في بنت صغيره راكبه عجله وبتمشي عشان خايفه من شكل البيت. وبوكزل بيركب الصاروخ وبيلف بيه حوالين البيت، وجوميز بيزعق له بس الولد بيحدف عليه قنابل. وجوميز بيزعق له عشان مش بيتمرن للحفله، وبيفهمه ان اليوم ده مهم عشان ينضم لعيله ادمز. وبيقول له ان اليوم ده العيله كلها بتتجمع وبيشوفوا اذا كان ينفع ينضم ليهم ولا لا. وبوكزل بيقول له انه مش بيحب المبارزه بالسيوف، وبيحب القنابل والمتفجرات عشان حديثه وممتعه. وجوميز بيقول له ان المتفجرات ممنوعه وبياخدها منه. وبيفهمه ان العيله كلها ما شافوهمش من 13 سنه، وكلهم جايين عشان يشوفوه وهو بيبارز بالسيف. وجوميز بياكل. مارتيسيا بتساله على المكان اللي هيناموا فيه العيله في البيت عشان عددهم كبير قوي، وبيقول لها انهم ممكن ينظفوا الحديقه ويخيموا فيها كانها مخيم صيفي. وبيدخل عليهم فاستر ده يبقى اخو جوميز، وبيرحب بيه جدا. وبيقول لمارتيسيا انه طلب من اخوه يجي هنا قبل الكل علشان يعلم بوكزل المبارزه. ومارتيسيا بتقول لجوميز انه لو كان عرفها انه جاي كانت حضرت المكان اللي هينام فيه. وفاستر بيقول لها ما تقلقيش، انا كده كده هنام في اخر دور في البيت. وبوكزل بيلعب مع الاسد كانه حيوان عادي. وينزداي بتسال مامتها هو ايه اللي بره البيت عشان سمعت صوت جاي من بره. ومامتها بتقول لها مفيش حاجه عايشه بره البيت وانها بتتخيل بس. وبتسالها هم ليه مش بيخرجوا بره البيت مع ان عمها جاي من مكان تاني. مامتها بتقول لها انها لما تكبر هتعمل كل اللي هي عاوزاه. ولاريتشي الزومبي بيدخل المطبخ وبيشوف في التلفزيون واحده بتتكلم وبتقول انها بتحول اي بيت قديم لبيت جديد، وبتعرض البيوت اللي حولتها للبيع. وبتقول للمخرج بعد التصوير انهم يزودوا البالونات والاحتفالات في اخر المشهد. وبتيجي بنتها وبتقول لها انها شافت بيت غريب قديم على الجبل. ومامتها مش بتهتم وبتروح عشان تصور البرنامج. وبوكزل بيكون بيتمرن على النشال بس اخته بتلخبطه وبيروح لها وبيزعق لها، بس هي بتقول له ببرود انه مش مستعد للاحتفاليه. وبتقول له انها هتساعده وعملت له حفره عشان يستخبى فيها. وبتطير بالونه من التصوير لحد ما وصلت البيت بتاعهم. فبتاخدها وينزداي وبتدخل البيت وبتقول لهم ان بوكزل اختفى ومش لاقياه. فبتعرف امها انها دفنته وبتسالها عن البالونه اللي في ايديها، وبتقول لها انها ما تعرفش جت منين بس هي هتحتفظ بيها. وبيبقوا بره البيت وبيلاقوا ورق الاحتفال بيتطاير في السماء. وبيطلع بوكزل من الحفره وبيختفي الضباب اللي حوالين البيت وبيشوفوا مدينه. ومارتيسيا بتكون مش عاجبها المدينه مع ان جوميز بيكون فرحان جدا. وفي نفس الوقت المذيعه بتكون بتصور البرنامج، واول ما بتفتح الشباك بتتخض هي والمصورين وبيشوفوا بيت عيله ادمز بشكله المخيف. وعيله ادمز بيكونوا وصلوا المدينه وبيستكشفوها، وكل الناس بتترعب وبتجري لما بيشوفوهم في الشارع. وجوميز بيدخل يطلب القهوه، والبنت بتخاف منه من الايد اللي على كتفه. وبيطلب القهوه بيروح لمارتيسيا، وبيشوفوا في الشارع مجموعه من الاطفال بيغنوا وبيرقصوا. وفاستر بينضم ليهم عشان يغني معاهم، وبيخرج من الجاكيت بتاعه خفافيش. فكل اللي موجودين بيهربوا، والمذيعه بتدخل عليهم وبتعرض عليهم انها تغير بيتهم زي ما بتعمل في البرنامج، وبتوعدهم انها هتحول البيت، وبتقول لهم انها هتعدي عليهم بكره. وبيرجعوا على البيت وفاستر بيوري البوكزل السيف بتاع العيله، وبيبداوا الطقوس اللي في الكتاب بتاعهم، وده لانه بيقسم انه هيساعد عيلته من اي خطر. وبيديله السيف اللي هيبدا يتدرب بيه الاول. وتاني يوم بتوصل المذيعه للبيت ومعاها كاست العمل، وبنتها بتصور البيت وبتعرضه على مواقع التواصل الاجتماعي. وبيدخلوا البيت وعيله ادمز بترحب بيهم، وبتتفرج المذيعه مارجل على البيت وبتقترح عليهم الحاجات اللي ممكن يجددوها. ومارتيسيا بتوريهم حفره كبيره جدا في البيت، وبتطلع من جسمها عناكب عشان يقدروا يعدوا عليها للناحيه التانيه. ومارجو والمصورين بيعدوا وهم مرعوبين. وبنت مارجو بتتعرف على وينزداي وبنعرف ان اسمها باركر، وبتستغرب من وينزداي انها مش معاها تليفون. ووينزداي بتضرب عمها بالسهم، وباركر بتحكي لوينزداي عن المدرسه وعن الحاجات اللي ما تعرفهاش.
وبتحكي وهي خايفة منها. وفي نفس الوقت جوميز ومارتيسيا بيعترضوا على الأفكار بتاعت مارجو في تجديد البيت، ومارجو والمصورين بيجروا بره البيت بسرعة بيهربوا لما بيسمعوا الصوت المرعب اللي بيطردهم. وينزداي بتطلب من مامتها وباباها إنها تروح المدرسة اللي بتتكلم عنها باركر، ومامتها بترفض طبعا، بس وينزداي بتقول لها إنها هتروح عشان تخوف الأطفال اللي هناك. وبتروح وينزداي المدرسة والأطفال بيبقوا خايفين منها، وبتشوف بنت متنمرة بتضايق باركر وبتقول لها إنها لو ضايقتها هتشوف الوش التاني منها، والبنت بتخاف وبتمشي، وباركر بتشكرها عشان هي اللي دفعت عنها. وفي نفس الوقت مارجو بتبعت رسالة لكل سكان المدينة وبتخوفهم من عيلة أدمز عشان هي عاوزة تستولى على البيت بعد ما تطردهم. ووينزداي بتعلم باركر انها تعذب الضفدع، والبنات في الفصل بيتفرجوا وهم مرعوبين جدا، والكهرباء بتضرب الضفادع في الفصل وبتحركوا، والاطفال بتتفزع وبيجروا، والمدرسه بتخلص وباركر بتعرض على وينزداي يتمشوا في المدينه. ومارتيسيا بتكون قلقانه جدا في الوقت ده على بنتها، وبتدخل عليهم مامة جوميز وبتقول لهم انها جت على سفينه وسرقت منهم الفلوس بتاعتهم. ومارتيسيا بتستغرب انها جت قبل الميعاد، فبتقول لها ان جوميز طلب منها انها تيجي قبل الكل علشان تساعدهم في ترتيب الحفله. ومارتيسيا بتتضايق من تصرفات جوزها. ووينزداي بترجع البيت ومامتها برضه بتتضايق منها بسبب التوكه اللي حطها في شعرها، وبتطلب منها انها تشيلها، وبتطلع على اوضتها بس مامتها بتروح وراها وبتطلب منها انها تحضر معاها ارواح بعد الاكل، بس وينزداي بتكون بتتكلم ببرود وما بتهتمش باللي بتقوله. وينزداي بتروح تزور باركر في البيت وبيتكلموا على مامتها لما شافت التوكه، وباركر هي كمان بتقول انها نفسها تلبس اللي هي عاوزاه ومامتها ما تجبرهاش على كل حاجه. وينزداي بتوعدها انها تساعدها انها تغير شكلها. ومارتيسيا بتتكلم مع والدتها في الكوره المسحوره وبتشكيلها من بنتها اللي بتتكلم معاها ببرود، بس مامتها بتقول لها انها وهي صغيره عملت زيها بالظبط لما هربت مع البنات بتوع الكشافه. وبنشوف فاستر وجوميز بيدربوا بوكزل، ولما بيخلصوا جوميز بيقول لاخوه ان ابنه فاشل وخايف لانه مش مستعد للحفله، وبوكزل بيسمعهم وبيتاثر بكلام ابوه عنه. ووينزداي بترجع على البيت وبتكون لابسه لبس مختلف، ومامتها بتتعصب عليها بسبب اللبس وبتقرر انها تعاقبها وبتقول لها انها مش هتخرج تاني من البيت. ومارجو بتترعب جدا لما بتشوف بنتها لابسه لبس مختلف ومرعب، وبتقول لمامتها انها هتعمل كل اللي نفسها فيه، ومامتها بتاخد منها التليفون وبتحبسها في اوضتها. ووينزداي بتحاول انها تهرب من البيت بس بوكزل بيشوفها وبيحاول يمنعها، بس بتقول له ان البيت بقى عباره عن سجن، وبتتمنى ليه التوفيق في الحفله بتاعت بكره. وبعد كده بتيجي مامتهم وبتسال بوكزل عن اخته، فبيتوتر وبيقول لها انها راحت لباركر. ولما بتوصل لبيت باركر بيحاولوا يدوروا على التليفون اللي مامتها خبته، وبيدخلوا الاوضه اللي مامتها منعاها من الدخول ليها، وبيحركوا كتاب معين من الكتب وبينزلهم لمكان سري تحت البيت، والمكان فيه شاشات وكاميرات مراقبه بتراقب كل البيوت في المدينه. ومامتها بتدخل عليهم وبتحبسهم في اوضه لوحدهم، والمخرج بيجهز الناس عشان التصوير لاخر حلقه، بس بيتراقب لان عيله ادمز انتشرت في كل مكان. وبيتصل بمارجو بيقول لها على اللي حصل، ومارجو بتبعت لكل السكان رسائل عن عيله ادمز وبيتجمعوا كلهم عشان يطردوا العيله من المدينه. وفي نفس الوقت جوميز ومارتيسيا بيستقبلوا العيله اللي جت، ووينزداي بتفتح الباب وبتاخد باركر على البيت عندهم، وفي البيت بيكون العيله كلها اتجمعت عشان الاحتفال. وبوكزل بيقف وبيكون متوتر جدا، والاختبار الاول انه يقلد كل صوره في الكتاب اللي معاه، وبيقدر انه يوصل لاخر اختبار بالمبارزه بالسيوف، بس بيقع على الارض وبيفشل وبيتاسف لباباه، بس بابا بيتاسف له انه ما خلاهوش يعمل الحاجه اللي بيحبها. وفجاه السكان بيوصلوا مع مارجو وبيبداوا يدمروا بيت عيله ادمز، وجوميز بيقول لابنه انه يحمي العيله ويواجههم بالقنابل، وبيبدا بوكزل فعلا انه يهاجم الصخور بالقنابل ويدمرها، والكل بيمشي وراه عشان يهربوا من البيت، بس بيتحاصروا بعد ما بتخلص منه الذخيره. ووينزداي بتظهر فجاه وبتخلي الشجره تنقذهم من الانهيار، والسكان في الوقت ده بيكتشفوا ان عيله ادمز مش اشرار، والشرير الحقيقي هي مارجو. ومارتيسيا بتقول لمارجو انها مش هتخاف منها ابدا، وباركر بتقول لمامتها انها تعيش مع عيله ادمز، وبتفضح مامتها قدام السكان وبتقول لهم انها بتتجسس عليهم بالكاميرات. وباركر بتكون بتصور مامتها وهي بتشتم اهل المدينه وبيشوفها كل السكان، والمخرج بيقول لمارجو ان البرنامج وقف بسبب ان المنتج مش عاوز يكمل معاها، والسكان بيتاسفوا لعيله ادمز وبيساعدوهم انهم يرجعوا البيت اجمل من الاول. وبوكزل بينجح في الاختبار لانه انقذ عيلته وبقى واحد منهم. وفي النهايه استنونا الملخص الجزء الثاني، وما تنساش تشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. انا احمد ويلا، واللي كتب السكريبت ده القائد محمد عوض.